ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. النهارده بقى هنعمل معاكم كيكه الشاي بطريقه سهله حلوه قوي، وكوبايه شاي حلو كده مع حته كيكه تبقى جميله وسهله كده، وحاجات موجوده بقى عندك في البيت وانت قاعده كده في الشتاء كده ايه تتدفي، يعني تدفيكي. فمكونات الكيكه بتاعتنا بسيطه: كوبايه وربع سكر، كوبايه لبن، كوبايه زيت، 3 بيضات، فانيليا، بيكنج باودر، كوبايتين دقيق، رشه ملح. يلا بينا بقى نشوف الطريقه بتاعتنا، اسهل طريقه. يلا بينا ناخد ال3 بيضات بتاعتنا ونحطها كده في البوله. بعد كده بعد ما حطينا ال3 بيضات هنحطوا بقى كوبايه وربع سكر بتوعنا، وهنحطوا بقى ايه الفانيليا بتاعتنا. بعد كده هنجيب بقى المضرب بتاعنا ونبتدي نضرب بقى ايه كله كده عشان يتجانس مع بعضه. هنفضل نضرب فيها كده لحد ما تبقى كريمي خالص. بصوا بعد كده بقى هنحط كوبايه الزيت وكوبايه اللبن، ونرجع نضرب بقى ايه كل الخليط ده مع بعض. بعد كده بقى هنزل بالدقيق بتاعنا على الخليط اللي احنا عملناه دوت، وبعد كده هنزل بمعلقه بيكنج باودر، واقلب بقى الخليط بتاعنا ده كله كده. بصوا لحد ما القوام، شايفين القوام بتاعها. هجيب بقى صينيه وادهنها سمنه او زيت، واحط بقى اصب الخليط بتاعنا دوت في الصينيه. جبنا الصينيه اهيت ودهناها سمنه، هننزل بقى ايه بالخليط بتاعنا. خلاص كده زي ما انتم شايفين جاهزه اهي. هبتدي بقى اخبطها خبطتين كده على الرخامه عشان اطلع منها الهواء. بعد كده الفرن بتاعنا طبعا مولع على 180، هروح بقى ايه احطها فيه. ودلوقتي بقى ايه هنعمل لها الصوص بتاعها بالبرتقال. عملنا معلقتين نشا ومعلقتين سكر، وعصرنا برتقانه كده وحطيناهم على النار لحد ما ايه يدينا القوام اللي احنا عايزينه. وكده بعد ما خلصت الكيكه بتاعتنا وقطعناها وحطينا عليها الصوص بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، حاجه كده عظمه. يا رب يكون الفيديو بتاعي بقى عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب، واللي ما شافش قناتي واول مره يشوفها يفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.